بطوط كان عنده إخوات وصحاب كتير بيلعبوا مع بعض كل يوم. بس بطوط كان حاسس إنهم مزعجين، وكان دايما شايف إنه هيكون أحسن كتير لو لوحده ومش هيحتاجهم تاني أبدا. بس بطوط كان مختلف، كان هو الوحيد اللي حاسس الإحساس ده. وفي يوم قرر بطوط يبعد عنهم شوية، وقال أنا مش محتاج حد دلوقتي منهم، ومشي لوحده بعيد عنهم، وقال إنه كده هيكون أحسن. أنا مش عايز دوشة تاني منهم. بطوط كان فاكر إنه هيكون أحسن وهو لوحده، وقعد بطوط على البحر وبدأ يحس إنه لوحده، وفكر هو فعلا كده أحسن وأنا بعيد عنهم. بس مع الوقت الدنيا ضلمت، وحس بطوط بالوحدة، وعرف قد إيه إخواته كانوا مهمين. وبطوط حس بالخوف وقال كان نفسي أكون معاهم دلوقتي. وفضل بطوط يفتكر أيام ما كانوا بيلعبوا سوا، وحس إن هما مش مزعجين قوي كده. وفي نفس الوقت إخواته خافوا عليه لما اختفى، وخرجوا كلهم يدوروا عليه. بطوط شافهم جايين من بعيد يدوروا عليه، وحس بالفرحة لما شافهم، واخواته حضنوه وقالوا له الحمد لله على سلامتك يا بطوط، قلقتنا عليك. وبطوط فرح لما شافهم فرحانين، وحس قد ايه هما بيحبوه، ورجعوا كلهم على بيتهم. وبطوط حس انه مش خايف خلاص، لانه روح على بيته وهينام مع اخواته. وتاني يوم رجعوا يلعبوا مع بعض تاني، وبطوط كان بيلعب معاهم تاني، وكان مبسوط وفرحان، وعرف ان اخواته واصحابه مش مزعجين، دول مصدر امان لينا، وما ينفعش نبعد عنهم خالص.